الشتاء الحمد لله ابتدى يجي في بدايه امشير، ومن يومين كده كنت نازله اتمشى في السوبر ماركت فلقيت حاجات بتتشرب كده سخنه طالعه ترند، قلت اما اجيبهم واجربهم معاكم هل يستاهلوا ولا لا. اول حاجه جبت شوكو، والله العظيم كده زي ما بقول لكم اسمه شوكو. ده بقى يا ستي عباره عن ايه؟ مشروب شوكولاته من شركه دريم او الهوت شوكليت اللي بيقولوا عليه ده. هو ممكن يتعمل سخن وساقع، بس في اليومين البرد اللي احنا فيهم ده نعمله سخن. وزنه تقريبا 60 جرام وسعره دفعت 24 جنيه ونص بالظبط، ولقيت انواع كتير بتعمل نفس المنتج في الغالي وفي الرخيص، وانتوا عارفيني انا ماشيه بمبدا خير الامور الوسط. جبت الوسط. مكوناته ايه بقى؟ سكر وكاكاو ومكسبات طعم طبيعيه. انا بصراحه متفائله بيه عن الكاكاو العادي اللي عند العطار، بس وانا مروحه برضو عديت على العطار اللي تحت بيتنا سالت الكاكاو عنده بكام، لقيت الفرق بين ده وبين اللي عند العطار 5 جنيه. قلت مش مشكله اكيد ده طعمه احسن، تعالوا بقى نشوف انا اتضحك عليا ولا لا. بس الاول اقرا طريقه التحضير عشان مش عارفه. بيقول لك ايه بقى؟ بتحطي 3 معالق صغيرين من مسحوق شوكو لكوبايه لبن سخن، وبيتقلب كويس، وبتحطي السكر حسب الرغبه. يعني بيتعمل كشري زي الشاي، بس الفرق ان احنا بنسخن اللبن بدل الميه. هولع بقى على اللبن يغلي على ما نكمل كلامنا. هولع على اللبن التاني عشان وانا هناك جبت سحلب المسمينه سحلباشا، دي مدلعه السحلب. ده وزنه 100 جرام وب 19 جنيه، وانا بيني وبينكم ما بحبش السحلب السايب اللي عند العطار، فده بالنسبه لي حلو وسعره حلو، بس الاول لازم نجربه. تعالوا نقرا مكوناته لا تكون في حاجه غير السحلب العادي. مكوناته سكر ونشا ذره وحليب منزوع الدسم وسمسم ومسحوق جوز الهند الطبيعي ونكهه جوز الهند وفانيليا وقرفه، يعني هو بالمكسرات بتاعته بكل حاجه في قلب العلبه دي. تعالوا برضو نشوف طريقه التحضير غير اللي انا عارفاها ولا ايه. بتدوبي 2 معلقه صغيره من بودره السحلب في كوبايه لبن ساقعه، وتحطي السكر وتحليه، وبعدين ترفعيهم كلهم على النار مع التقليب لغايه ما يغلي وقوامه يتخن شويه. يا لهوي لما الحق ده انا ولعت على اللبن. نحط السحلب الاول اهو، كيس واحد ريحته حلوه قوي. معلقه نظيفه وناشفه. نحط معلقتين سحلب، وفي ناس بتحبه تقيل ممكن تزودي السحلب، بس احنا هنحط 2 زي ما هم مكتوبين على العلبه عشان انا بحبه خفيف. بصي بقى، استني بس اللبن غلي اما اطفي عليه بتاع الكاكاو. بصوا بقى، في اي مشروب من المشاريب دي تحطي معلقه سكر واحده عشان احنا ما نعرفش المكونات فيها سكر ولا لا. هتحطي معلقه سكر واحده وخلي بقيه السكر بره، اللي عايز يزود يزود واللي سكره مظبوط يشرب على كده. وانا عن نفسي هعمله من غير سكر لان انا ما بحبش السكر كتير في الحاجه اهو. بس اهم حاجه في السحلب ان احنا نفضل نقلب عشان ما يلزقش لانه هيتخن على طول. واد يا مازن تعالى قلب السحلب ده على ما اعمل لكم الهوت شوكليت بتاعكم. دلوقتي هنحط 3 معالق الشوكو الكاكاو، يعني غلينا اللبن. بسم الله، 1 2 3. نحط معلقه سكر زي ما هم قايلين، واللي عايز يزود بقى يزود. نقلب 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 بسرعه بسرعه بسرعه. ريحته حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لونه، الله كأني جايبه شوكولاته وسيحتها. الريحه تحفه، الريحه حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب ما تلسع. طعمه جميل جميل. خدي يا مازن حلال عليك كوبايه الهوت شوكليت دي على ما اعمل لمروان وسليم. ولا ما تاخدهاش وتجري يا مازن، ادي سليم بق على ما اعمل له، شربهم معاك. والسحلب كمان غلي، يلا نصب وندوق. شايفين القوام عامل ازاي؟ بشاميل ومش مكلكع، خلي بالك، ومليان سمسم وريحته جميله. انتوا عارفين ريحه جوز الهند بتبقى حلوه ازاي. حطوا بقى سكر براحتكم، انا هشربه من غير سكر وادوقه من غير سكر. طعمه حلو قوي وناعم ومش مكتل كده من جوه. هو كده لا تقيل ولا خفيف، هو كده مظبوط. اللي عايز يشربه من الكوبايه يشربه، واللي عايز يشربه بالمعلقه يشربه بالمعلقه. ودي كانت منتجات دريم النهارده، شوكو وسحلباشا. ما تنسوش تجربوهم وتقولوا لي رايكم ايه، ولو عندكم افكار تانية تدفينا في الشتاء ده قولوا لي في الكومنتات. خلاص يا مازن سيبها له بقى، هعمل لك كوبايه كمان.